طيب الحالة دي أنا باعمل إيه؟ الناس اللي حواليه لأن هو ممكن تلاقيه راح عامل كده، وأول لما تمسك الكلب ولو نزل تحت الترابيزة ممكن تمسك لو كلب ايده طويله وبيسرق حاجات غريبه زي مثلا كوبايه او سكينه او اي حاجه غريبه قدامه بيبقى شايفها بيقوم اخدها وسارقها وبيزوم عليا، هعمل ايه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج دوج بلوج. انا كابتن زياد رحال، يلا بينا نبدا الحلقه. مشاكل الكلاب اللي بتسرق حاجات غريبه او الحاجات اللي بتبقى شايفاها اول مره، دي كلاب بتبقى بتعمل الموضوع ده بغرض الاستكشاف، وفي نفس الوقت انت لو جربت تاخدها هتبقى عندك مشكله زي الفود اجريشن او التوي اجريشن. طيب الحاله دي انا بعمل ايه؟ بحاول ان انا اكون مجهز للكلب ان انا اكون ماسكه في الاول، واحاول ان انا اجيب حاجات غريبه على الكلب زي اي حاجه ما يكونش شافها قبل كده واحطها قدامه، واعلم الكلب ان انا لما امنع الكلب ان هو يقرب من الحاجه دي ان هو ما يخشش او يمسكها، فببتدي ان انا بستعين بشخص تاني بيجيب الحاجه دي ويقربها من الكلب، والكلب رايح عليها بشد الكلب شده بالليش وبدي كوريكشن ما بين منطقه البطن والفخذ لمنع الكلب ان هو يقرب لها اصلا، واحاول ان انا اقرب الحاجات دي على قد ما اقدر، يعني بدل ما اجيب منها واحده اجيب منها كذا واحده، لان في كلاب ساعات ممكن يا جماعه تنتش سكينه وتطلع تجري بيها، الموضوع ده بجد انتوا ممكن تلاقوه في فيديوهات تانية، ممكن يمسك سكينه، ممكن يمسك سلاح طويل ويعور نفسه ويعور الناس اللي حواليه، لان هو ممكن تلاقيه راح يعمل كده، فدي مصيبه سودة ثانيه. فانت محتاج ان انت تكون بتعرف الكلب بتاعك ان اي حاجه غريبه انت لو عايز تعرفه عليها تخليه يقربها من واحده واحده، وفي نفس الوقت انت اللي تبقى مديها له، وفي نفس الوقت هو ما يسيطرش عليها. وعشان تعمل ده انت لو عملته والكلب خلاص عامل سيطره على الحاجه دي وحاططها تحت منه هتتعض، فلازم افهم الكلب بتاعي ان هو ما يعملش كده. ازاي؟ ان انا بفصل الكلب قبل ما يخش في المود. طب الفكره دي زي بالظبط فكره ان مثلا شخصين بيتخانقوا فانت جاي لشخص من ظهره فقام هو لافف عضك، فهي انا لكن انا لو وقفت في وشه وفهمته ان انا اوقف ده، لان هي بتبقى بالظبط كده زي غريزه في ناس عندها مرض السرقه، هو بيسرق وبيبقى عايز يبقى مسيطر على الحاجه دي ومش عايز حد يقرب منها. فالحل اللي انت هتعمله رقم 1 خرج الباور بتاع الكلب، رقم 2 وتخريج الباور ده احنا قلنا ان ممكن يبقى بالكوره او يبقى بفوطه وحبل والكلام ده انتوا ممكن تكونوا شفتوه في فيديوهات ليا قبل كده. رقم 2 هبتدي ان انا اخد الكلب واروح ناحيه الحاجه دي وامنع الكلب بان انا ادي شده قويه بالليش او ادي كوريكشن بكعب الرجل ما بين منطقه البطن والفخذ. الموضوع ده يا جماعه ممكن ابقى اعمله لكم في فيديو صغير كده اوريه لكم عشان الناس اللي هتبقى مش فاهمه الموضوع ده ابقى اعمله لها بعد كده شكل عملي ان هي تبقى فاهماه، فاصبر عليها هديك حاجه نظيفه والله. بعد كده بتبتدي ان انت تغير الحاجات دي بكذا غرض. بعد كده بتبتدي تاخد الحاجات دي تحطها قدام الكلب وتبعد مسافه شويه وتبقى مأمن نفسك برضو ان يبقى فيه ليش عشان لو الكلب طلع فيها تعرف تسحب الكلب من بعيد بالليش. بعد كده بتخلي الحاجه دي اقرب للكلب، بعد كده بترجع مثلا متر متر ونص، بعد كده تكبر المسافات بتاعه الكلب، بعد كده تحط حاجات يمين وتحط الحاجات شمال وتقعد الكلب في النص، بعد كده تحاول ان هي تحطها حوالين الكلب بشكل مستمر وتقعد الكلب في النص، واول لما تنادي الكلب يسيب الحاجات دي كلها ويجي لك، لو ما جاش هتدي شده بالليش هتلاقي الكلب جالك هتقوم مكافئه، وتحاول ان انت بعد كده الكلب مره يبقى سايب وتقوم حاطط له الحاجه دي. حاول ان انت ما تعملش الموضوع ده ناحيه كنب او ناحيه ترابيزات عشان الكلب ما ياخدش الحاجه وينزل تحت الترابيزه، ولو نزل تحت الترابيزه ممكن تمسك المكنسه او تمسك العصايه، او تحاول ان انت لو في كرسي تحت المكان ده تحاول ان انت تحركه بحيث ان الكلب يبقى فاهم ان هو لو نزل تحت اي حاجه يستخبى مش هيعرف يستخبى. يعني مثلا تمسك الليش تعمله بخيه وتحط مثلا عصايه في طرف الليش والطرف الثاني تبقى ماسك الليش، يعني تبقى عامله زي خناقه وتبقى حاطط في رقبه الكلب وتقوم شادد الكلب سحبه، ولكن الطريقه دي مش هتنجح معاك دايما، فلازم تفهم الكلب ان انت لو نزلت تحت الترابيزه او نزلت تحت المكتب او نزلت تحت السرير ان انت في حاجه هتزنقك تحت هتضطر ان انت تخليك تطلع، واوعى تستسلم، لازم تفضل تعمل كده تضايقه لحد ما يضطر ان هو يطلع من تحت المكان ده، واول لما يطلع هتقوم عامل الخيار رميها في رقبته شادد الكلب اخد منه الحاجه وتكرر الموضوع تاني. هتلاقي الكلب بعد كده مجرد انه يمسك حاجه قلت له ليفت او سيب الكلب هيسيبها على طول، وهيبتدي ان انت تكون نجحت، وبكده تكون وصلت للنتيجه اللي انت كنت مستنيها ان الكلب بتاعك يبقى كويس ويبطل العاده دي. كان معاكم كابتن زياد رحال من برنامج دوج بلوج.